بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد سهل وبسيط مع ام بودي. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده ان شاء الله حبايبي هنعمل اكله موفره جدا 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 باذن الله، بافكار بسيطه وسهله جدا ان شاء الله. انا بورك واحد من الفراخ. انا كنت طبعا احنا اول الشهر بنجيب خزين الشهر. لو عايزين الفكره دي هقول لكم عليها. يعني جايبه خزين ب 500 جنيه فراخ، كان فرختين وورك. قلت اجيب الورك ده هعمل الوصفه دي معاكم ان شاء الله. وبطلع من الفراخ البانيه، وبطلع منها الوراك وكده. الصدور بعملها بانيه او توفر معاك كتير كده جدا. وبجيب اجنحه برضو كيلو ونص اجنحه كده. بينفع في وصفات كتير، ليها وصفات كتير ان شاء الله. دلوقتي الاجنحه الورك دوت معايا كان حوالي 400 500 جرام او 450 جرام تقريبا في الميزان. كملت هنشوف هنكمل عليه ايه دلوقتي ان شاء الله. هنخليه كده، بنفتحه بنقلبه كده ونعمل شق طويل كده، وبيطلع زي ما انتوا شايفين كده. بيتخلي سهل جدا جدا جدا. ممكن تعمليه شيش طاووق، تجيبي وركين ولا حاجه وتعمليهم شيش طاووق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبنشيل الصفحه دي، بنطلع اكبر جزء من على قد ما تقدري من اللحم منها، وبنشيلها. وبنشيل جزء من الجلد، عايزه تحطي الجلد حطيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس الجلد لو فيه كتير ما تحطوش كتير. لو فيها دهنه الحلموزه دي، بس الحلموزه بيبقى فيها عظمه، فيها قراقيش، فيها كده، فما فيش داعي تحطيها معاها. انا هنا خدت نص الجلد وحطيت النص. الورك صفى معايا 350 جرام. طبعا اخدت من البانيه اللي انا كنت عاملاه من الفرختين قطعتين. القطعه اللي بيبقى فيها زي الموزه كده زي ما بيقولوا عليها، واخدت قطعه كمان. ده ايه الاصفر اللي فيها ده؟ طبعا انا بعمل محلول نقع. محلول النقع اللي بعمله عشان يشيل الزفاره من اي لحوم او من الفراخ خاصه. الفراخ حمام اي حاجه بحط فيه كركم. فاللون الاصفر دوت من الكركم كان جاهز زياده معايا شويه. هبقى اسيب لكم فيديو محلول النقع ان شاء الله في صندوق الوصف. صندوق الوصف دوت لما تدوسي على كلمه المزيد يطلع لك الحاجه الموجوده فيه ان شاء الله. طبعا خدت الورك وقطعتين البانيه اللي انا اخدتهم معاه، فرمتهم. الكميه من اللحوم دي عملت قد ايه؟ عملت نص كيلو. وطبعا معايا حزمه بقدونس على شبت، او بقدونس بس، او حزمه بقدونس على كزبره، اسفه، حزمه بقدونس على كزبره. عايزه تحطي عود واحد شبت بس حطي براحتك. ومعايا بصلايه متوسطه، لا هي كبيره ولا هي صغيره. الوصفه اللي هنعملها دي ما نكترش فيها البصل، ما نكترش فيها الكزبره. معايا 7 فصوص توم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البصل انا فرمته مع قرن فلفل. قرن فلفل كوبي احمر كده، احمر اخضر اصفر الموجود عندك حطيه هنا. ومعايا البقدونس، حزمه البقدونس دي قطعتها ناعم جدا. لازم الحاجات دي كلها يعني تفرمي اللحمه او الفراخ اللي معاكي الاول. ومعايا التوم فرمته برضو حوالي 5 فصوص توم. ومعايا ربع كيلو رز. تفرمي البصل والثوم والخضره بتاعتك بعد ما تفرمي اللحمه على طول، علشان خاطر لما تيجي تخلطهم ببعض ينخلطوا كويس. هتقولي هتحطيهم على بعض مش هيطحنوا كويس. ومعايا نص معلقه ملح، نص معلقه كبيره ملح، او معلقه صغيره مليانه ملح. طيب، ومعايا معلقتين شعريه مطحونه او لسان عصفور او مكرونه، المتاح عندك ومتوفر ليكي حطيه. اللي انا كنت بوريها لكم انا طحنتها، يعني الشعريه خدتها طحنتها، خدت قبضه ايدي كده شعريه وطحنته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومعانا البهارات بتاعتنا، فلفل اسود. البهارات اللي احنا عاملينها مع بعض هسيبها لكم برده في صندوق الوصف، والله العظيم بتديكي طعم جميل جدا جدا. ومعايا كزبره ناشفه، ومعايا كمون، ومعايا زعتر، ومعايا بودرة ثوم، بودرة بصل. البهارات اللي انت حابه تحطيها حطيها. عايزه تحطي 7 بهارات بدل البهارات اللي احنا عاملينها مع بعض ما عملتيهاش مثلا او مش موجوده عندك حطيها. ومعانا جنزبيل، ومعانا رشه قرفه صغيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واللي معايا دوت معلقه نشا. طب معلقه النشا ليه؟ معلقه النشا بتحافظ على التماسك بتاعها، ما بتخليهاش تكش معاكي، وبتديها طعم حلو ان شاء الله وقوام حلو باذن الله. يبقى نص كيلو الفراخ اللي كان معايا حطيت له ربع كيلو رز، حطيت له معلقتين شعريه او مكرونه او لسان عصفور مطحونين. حطيت البهارات اللي عندك واللي انت حباها حطيها. ولو في حد بيبيع بهارات صدق انت عارفاها ان هي كويسه، تشميها كده وتحسي بطعمها ان هي صدق،
حطي هتقلب لك الكفته دي لطعم الصدق خالص. طبعا كان معايا معلقه منها، او انت عندك صدق ممكن تاخدي صبعين وتفرميهم معاها. انا كنت الاول قبل ما اعرف ان حد بيبيع بهارات صدق، كنت اما بيبقى عندي صدق كنت اخد 3 4 صوابع كده اطحنهم مع اللحمه او مع الفراخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بتقلب لك الكفته لطعم صدق خالص. طبعا هنا بعد ما حطيت الخليط ده كله، البهارات والبصل والثوم والحاجات دي كلها، بعد ما اتفرمت عجنتهم في بعض، وبعد كده وديتهم الكبه تاني، عملتهم في الكبه تاني وطحنتهم ونعمتهم كويس جدا جدا. مفيش اي حاجه ظاهره من بصل من خضار من ثوم. ليه؟ لان احنا كنا طحنينهم الاول. برجع بعد ما بيطلعوا من الكبه بطحنهم كده. انا معايا معلقتين زيت، اعوز ايدي بيهم كده وانا بصبع الكفته علشان خاطر ما تلزقش معايا. طب الكفته معايا ليه ازاي ما تفكش؟ انا بحط الرز وبحط الحاجات دي كلها وبتفك معايا. بتفك معاكي يا حبيبتي لو بتعمليها بكفته لحمه. اكيد اللحمه فيها دهنه كتير، او فيها دهنه. المفروض تجيبي اللحمه مشفيه خالص، تجيبيها حتى انت في البيت وشفيها وفرميها في الكبه في المفرمه عندك في البيت. الدهنه بتساعد على فككان الكفته معاكي في الصلصه. او البصل كتير، او الخضره كتير زياده عن اللزوم، او الرز كتير. الرز ما يبقاش اكتر من اللحمه. الرز يا اما يساوي وزن اللحمه او اقل من وزن اللحمه، لكن اكتر من اللحمه لا. يعني انا معايا نص كيلو لحمه، ما احطلوش كيلو الا ربع رز. هتفك منك، يعني هتفك منك، لان انت كترتي الرز، فالرز بينفش معاكي. فالرز لما ينفش وهو ناعم كده هيفك معاكي. طيب انا بحط بقى معلقه النشا ومعلقه معلقتين الشعريه. دولك ليه؟ دولك بيساعدوني على تماسك يعني مثلا انت مش هتسمعي الكلام وهتجيبي اللحمه فيها دهنه وهتحطي رز كتير، بس ان حطيتي رز كتير هي هتفك برضو مهما تعملي فيها، هتفك معاكي. طيب انا بحط اللي انا بشيله دوت يا حبايبي عروق. لما تلاقي عروق في الكفته وانت بتعمليها شيليها عشان ما تفرقعش معاكي. الكفته بتفرقع، ما هي بتفرقع عشان انت ما شلتيش العروق. الكفته بتفك ما علشان انت جايبه اللحمه سمينه. الكفته لا، انا جايبه اللحمه حمراء والكفته واللحمه مش سمينه. عشان انت حاطه رز كتير، حاطه رز اكتر من اللحمه. زي ما قلت كيلو اللحمه بياخد نص كيلو رز، او اقل شويه، او قد نص كيلو اللحمه بياخد نص كيلو رز. لكن اكتر من اللحمه رز لا، اكتر من اللحمه رز هتفك معاكي وهتفنش معاكي، ولا اكنك عملتي كفته وهتضيعي طعمها بعد مجهودك وبعد تعبك. هتقولي عشان اخد كميه كبيره. حبايبي يعني لو كمية قليلة وهتدينا الفيتامينات وهتدينا المحتاج جسمنا من الفيتامينات، احسن من كمية كبيرة نملى بيها بطننا بس وما نستفادش بيها. حبايبي الصغيرين، حبايبي ولادي، بنتي، اختي صغيرة سنة اولى مطبخ لسه بتتعلم، اللي عايزة تعرف الطريقة. ورجاء حبايبي لو وصلتوا لحد كده ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة اذا سمحتم، علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد منكم. اللايك وكومنت جميل منكم كده تصلوا فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، او تذكروا الله فيه. مش عايزين تدعوا لي، ما تدعوليش براحتكم، بس اذكروا الله تاخدوا حسنة وتاخدوا حسنات كتير، وانا اخد حسنات ولا انتوا هتستخسروا فيا الحسنة كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش اللايك، بقول لكم هنا ما تنسوش اللايك من فضلكم. هنا بقى عايزه تكوريها تعمليها كور، عايزه تعمليها صوابع، ده التشكيل دوت يرجع لك انت. هنا بعد ما خلصتها كده ممكن هتصبعيها وتشيليها. مش هتعمليها مثلا النهارده، شيليها في الفريزر، بس حطي ما بين فرشتي كيس في الطبق. والاطباق دي اذا اما تشتريها من بره تشطفيها. هتحط قبل ما تحطي فيها اي حاجه تشطفيها، لان بيبقى فيها اتربه. فرشتي كيس ورصيتي عليه الكفته، تحطي بقى على الطبقه التانية كيس كمان، عشان لما تيجي تطلعيها ما تلزقش ببعضها، او تشكيلها ما يتعوجش كده معاكي ان شاء الله. اذا سبتيها تفك، بس اما تيجي تقليها وهي مجمده اقليها مجمد، سيبيها تفك حاجه بسيطه كده، تفك من بعضها 10 دقايق ربع ساعه بره بره الفريزر. وبعد كده اقليها لما فيها تلج ما تخافيش، مش هيحصل اي حاجه ان شاء الله. وهنطبخها دلوقتي مع بعض وهقول لكم عايزه تشوفيها هتفك ولا لا، هتعملي ايه. اللي في الطبق دوت هقسمه في التلاجة. انا كان معايا هشيله في الفريزر،
انا كان معايا كيلو و50 جرام من الكفتة. شوفوا بقى، ورك فرخة وحتتين بانيه عملوا لي كمية قد ايه، اكلة بشبعة هتكفينا على مرتين. طبق هنشيله احتياطي، طبق هنعمله النهاردة ان شاء الله اكتر من نص كيلو. يعني النص كيلو دوت عمل لي حوالي 49 صباع، 49 صباع من الكفتة. طبعا بتجيبي عشان ما تستهلكيش زيت كتير طاسه صغيره، هي ما بتاخدش وقت كتير وما بتاخدش تحمير كتير، والاضافات اللي احنا حطيناها لها مش هتخليها تشرب زيت. حبه الشعريه ومعلقه النشا مش هتخليها تشرب زيت معاكي، وهنشوف الزيت تاني في الطاسه دلوقتي ان شاء الله. هي في قلب الطاسه كده بتشوفيها حمراء، مجرد ما بتطلع بتغمق شويه، ده شيء طبيعي، عوامل التعريه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين هي حمرا ازاي في الطاسه، مجرد ما بتطلع لونها بيغير. والزيت اللي تستخدميه يا حبيبتي استخدمي زيت نضيف، زيت ذره مثلا، زيت سلايت، زيت يكون بتستخدميه في طبيخك. ليه؟ لان انا هعمل منه الصلصه وهعمل منه الرز ان شاء الله. انا هنا هاخد حوالي 3 معالق او 4 معالق على 5 فصوص ثوم مطحونين، دي هعمل الصلصه. انا ما بغيرش لون الثوم، ما بغيرش لون الثوم، يا دوبك يدبل بحاجه بسيطه كده قبل ما ياخد لون. احط معلقتين صلصه، لو حابه تحطي الصلصه المعلبه حطي معلقتين صلصه وقلبيها تقليبتين كده، وبعد كده حطي الطماطم. طب انا عايزه اعرف الكفته ديت هتفك معايا ولا مش هتفك معايا، اعمل ايه؟ احط صباع كده، ومجرد الصلصه ما تغلي اجي حط رميه فيها صباع من الكفته اللي انا حمرتها. 5 دقايق كده ولا 10 دقايق، ما لقيتش لقيت الكفته محافظه على قوامها وعلى تماسكها، خلاص انا كده كفتتي سليمه وكويسه. لقيتها فكت معايا خلاص، انا كنت عامله معاها بطاطس، لقيتيها فكت معاكي خلاص. سوي الصلصه وحطي لها الميه بتاعتها، وقبل الاكل على طول اسقطي الكفته. طبعا احنا بنحط بهارات تاني فوق الكفته كده وهي بتستوي، من بعد ما نزلناها في الصلصه بننزلها في الصلصه قبل الصلصه ما تتسبك، يعني نخلي الصلصه كده باقي عليها دقيقه ولا حاجه ونقلب فيها الكفته، وبعدها نجي حاطين البطاطس تقطعيها قطع كبيره علشان تستحمل التسويه مع الكفته ان شاء الله. طب واذا فكت معاكي حطيها على طول يغرفيها على طول قبل الاكل. كوني حاطه بتوضبي سفرتك وانتي حطي واغرفي، حطي واغرفيها على طول. اذا لا قدر الله فكت معاكي مش مقاديري، انتي زودتي رز، انتي جبتي لحمه فيها سمين، انتي جبتي زودتي سوائل فيها، سوائل في العجينه يعني. شايفين حبايبي، مع حبة رز ابيض بقى، مع حبة رز بالشعرية، رز معمر، براحتكم خالص. يا رب اكون افدتكم لو قدمت لكم لو معلومة بسيطة تستفادوا منها كلكم. بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.